تمرينة النهارده هي تمرينة الكور. الكور هو الحزام اللي بيربط ما بين الجزء الفوقاني والجزء التحتاني من الجسم. تمارين الكور مفيدة جدا لأنها بتعالج الإصابات وبتعالج الآلام في الظهر من الجزء التحتاني اللي ناس كتير قوي بيعانوا منه. تمارين الكور كمان بتدي شكل أحلى للجسم وبتشد البطن. التمرينة الأولى هي سكوات تو بريس. همسك وزن في إيديا وهبتدي أنزل سكوات. أهم حاجة عندي إن ركبتي ما تعديش مشط رجلي، ظهري على طول مفرود، وشي باصص قدام والوزن في إيديا. هطلع فوق، هعمل كده 10 عدات. 2، منساش اتنفس، ظهري على طول مفرود، واهم حاجه ان الوزن يكون على كعب رجلي ومشط رجلي فوق. 6، 7، 8، برافو. 9، هاي. ستوب. التمرينه الثالثه هي الاب اب داون داون، وانا على وضع البلانك بنزل تحت، هقعد على وضع البلانك. اهم حاجه ان ظهري مفرود، وسطي فوق ما ينزلش تحت. هبتدي انزل بكوعي داون داون واطلع تاني اب اب. الايد التانية داون داون اب اب داون داون اب اب داون داون اب اب. اخر واحدة داون داون اب اب داون داون اب اب. التمرينه الجايه اللي هي السايد بلانك، الثبات بالجنب. نرفع وسطنا من الارض، واهم حاجه انك تزق وزنك من الارض وتعد لغايه 5. لو التمرينه سهله عليك ممكن تبتدي تلف كوعك لجوه ل5 عدات. 2 كمان، اخر واحده، وبعدين نوطي وسطنا تاني على الارض. اهم حاجه ان احنا نشرب ميه ما بين كل تمرينه عشان نعوض الميه اللي جسمنا بيخسرها. اخر تمرينه الكور اللي هي الثبات على البطن، بتركز على الجزء التحتاني بتاع ظهرنا. هنبتدي التمرينه واحنا نايمين على بطننا، ونرفع ايدينا ورجلينا في نفس الوقت. اهم حاجه ركبنا تبقى مفروده وايدينا تبقى مفروده، وهنثبت كده لمده 10 عدات. 3، 2، 1، ونوطي جسمنا تاني. دي كانت تمرينة الكور، وهنكرر التمرينة دي من 5 ل 6 مرات في الأسبوع عشان نقوي الكور والبطن ونتفادى آلام الظهر. ما تنسوش تبعتوا لنا صوركم على فيسبوك وانستجرام على هاشتاج اخترت صحتي.